مصطفى شلبي طلع مع مهيب عبد الهادي بيقول ان لما كان في انبي جاله عرض من النادي الاهلي وجاله عرض من نادي الزمالك، وبرغم ان عقده مع النادي الاهلي كان هيبقى اكبر من عقده مع نادي الزمالك الا ان هو فضل نادي الزمالك على النادي الاهلي. مصطفى شلبي، انت عشان من اللعيبه اللي انا كنت بتمنى انها تتواجد في النادي الاهلي على الاقل مكان طاهر محمد طاهر، فانا فاكر كويس جدا تفاصيل اجراءات النادي الاهلي في التعاقد معاك. النادي الاهلي لما كان عنده رغبه في التعاقد معاك كانت رغبتك الاولى والوحيده هي اللعب في النادي الاهلي، والكلام ده قالوا المسؤولين في نادي انبي من اول رئيس النادي. انما لما الاهلي تراجع عن التعاقد معاك بناء على رغبه كولر، لان كولر لما اتسال واتقال له انت ليه ما تمتش التعاقد او انت مش عايز مصطفى شلبي، قال لك ان الامكانيات اللي هي عند مصطفى شلبي، انا عندي لعيبه بتملك نفس الامكانيات. عشان اجيب لعيبه على اللعيبه اللي موجوده عندي لازم تكون امكانياتها مختلفه، ولذلك رفض كولر ان هو يتم التعاقد مع مصطفى شلبي، وهنا تراجع النادي الاهلي. لما تراجع النادي الاهلي انت ما لقيتش قدامك غير نادي الزمالك، فانت لو عايز تاكل عيش وعايز ترضي جماهير نادي الزمالك حقك، لكن ما تحاولش انك انت تعمل الكلام ده على حساب النادي الاهلي. السلام عليكم.